أريد أن أذكركم بعبادة منسية ألا وهي الصدقة، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. فهي من العبادات العظيمة التي يتجاهلها الكثير أو ينساها الكثير، وفيها أثر عظيم جدا. الصدقة تطفئ خطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة لها أثر عظيم، تدفع البلاء والمصائب. زمن نحتاج فيه إلى القلوب الرحيمة والأيادي المعطاء، تظل الصدقة من أعظم العبادات وأجلها، فهي تقوم بالتكافل الاجتماعي والتراحم بين الناس. الصدقة ليست مجرد مال، بل هي رحمة تمد للجائع وكلمة طيبة. الصدقة تدفع البلاء المصائب والهموم، تداوي المرضى. قال الرسول: داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة هي ما يعطى ابتغاء مرضات الله، سواء كانت مال أو طعام أو نفع أو أي خير. فتبسمك في وجه أخيك صدقة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: دفع الأذى عن الطريق فهو صدقة. أي عمل خير فهو صدقة. مثلا أحكم بين شخصين أو أيهما خاطئ وأيهما على صواب، تعطي رأيك بالعدل فهي صدقة، كما جرى مع سيدنا داود عندما آتاه 2 تستمع لواحد ولم يستمع للآخر، فعرف أنه قد أخطأ ثم استغفر ربه ثم أناب. يعني الحكم بالعدل فهو صدقة. أي عمل خير لوجه الله من أجل أخيك فهو صدقة. أنها بركة في الرزق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. يعني أن المال لن ينقص من الصدقة، يعني أن المال سيخلف، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالصدقة تقوي روابط الأخوة وتخفف من الفقر والحاجة، تشيع الرحمة بين أفراد المجتمع، تربي النفس على البذل والعطاء، وتطهر القلب من البخل والأنانية. يجب أن تكون الصدقة لوجه الله، خالصة لوجه الله. الصدقة تهديها من قلبك الخالص، وتعود عليك بالخير والبركة والطمأنينة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك صدقة. مثلا ترى شخصا يؤذي شخصا آخر أو يقوم بعمل لا يجب أن يقوم به وتنهاه عن ذلك العمل، فهو صدقة. ذلك إفشاء السلام فهو صدقة. قد ذكرت في القرآن عدة مرات لله سبحانه وتعالى: ومن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فنيسره لليسرى. يعني من أعطى وتصدق فإن الله سيجزي المتصدقين وسوف يعطيه الجزاء الحسن وييسر أموره. الصدقة ليست مالا فقط، الصدقة أنواع وأشكال. كل عمل خير فهو صدقة. كلمة طيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إفشاء السلام صدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو صدقة، كف الأذى عن الطريق فهو صدقة، العدل بين 2 فهو صدقة، إدخال السرور على المؤمن يعتبر فرضا كشأنه كشأن الصلاة والصيام. أن الصدقة تحيطك برحمة الله. قال الله سبحانه وتعالى: ورحمة الله قريبة من المحسنين. يعني كلما كنت محسنة تقومين بأعمال الخير فإن رحمة الله ستكون قريبة منك. الصدقة تجلب البركة في المال، في الوقت، في الأولاد، في الحياة، في كل شيء. هي تحميك من البلاء، المصائب والأمراض. تمنح صاحبها محبة بين الناس وقبولا وبركة، تقربك من الله. ما أنها يوم القيامة يستظل متصدق بظل صدقته يوم القيامة. الصدقة الواحدة يتضاعف أجرها أضعافا مضاعفة، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قول الله سبحانه وتعالى: مثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لازم الصدقة فسترى أثرها عظيما في حياتك. تجد أن أبواب الرزق تفتح إليك من كل باب، وأن دعواتك ستستجاب بإذن الله، وأن همك سيزول بإذن الله.
تحل عليك البركة من كل باب. إذا سألت على من أتصدق سأقول لك بكل بساطة على الأقربين ثم الأقربين، يعني إخواتك، آبائك، أبك وأمك، إخوانك، أخواتك، خالاتك، عماتك، كل قريب تعرفينه أنه يحتاج إلى مساعدة مال أو مساعدة تقدرين على أن تقومين بها فساعديه، لأن الصدقة بابها جيد، تدفع البلاء، تدفع الهموم، تطرد الشياطين، تمحص الشخص، ترفع قيمتك عند الله، تدفع الهم والغم. الصدقة لا تقتصر على المال بل كذلك بالجهد. مثلا أي عمل ممكن أن تقومين به كمساعدة لأحد أشخاص أقربين أو أي شخص لا تعرفينه، مثلا تريدين أن تساعديه، التقيتين به في الطريق تريدين أن تساعديه في حمل ثقل أو أي عمل خير فهو صدقة. مهم أن تكون نيتك صادقة، أن تتصدق عليه بنية أن الله يقبل صدقتك. إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علي بلايك وتعليق جميل، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، والسلام عليكم.